السلام عليكم. هذا الخبر مهم جدا. ترامب قام بتصريح وقال أن تعريفة أو كلمة تعريفة أو رسوم هي أحسن كلمة في القاموس، بأنه يحبها جدا. هل يعرف ترامب أن أصل الكلمة عربي؟ نعم، الأصل هو تحول من العربية إلى الفارسية، ومن الفارسية إلى التركية، ومن التركية إلى الإنجليزية. يعني تعريف بالإنجليزية تعني رسوم، وبالتركية تعني لائحة أسعار التي أخذتها من الفارسية التي تعني السعر محدد الذي أخذ من العربية. ونحن بالعربية نقول تعريفة جمركية. تعريف يعني هذا ترامب يحب أهم كلمة جاءت من أصل عربي. هذا واحد. ثانيا، عندما تسمع ترامب يضع رسوم جمركية أو تعريفات جمركية على أهم حلفائه، فذلك يعني تصدع وانشقاق النظام الإمبريالي. ترامب هو واجهة النظام الإمبريالي فقط، يعني ليس هو من وضع ذلك. هناك دراسة، هناك بحوث، هناك دولة عميقة قامت بدفعه إلى أخذ هذا، لأن هناك خطر ما غير معلن في الاقتصاد الأمريكي. تعرفون أنه يقوم بوضع تعريفات على الحديد وعلى الألمنيوم على دول صديقة ككندا واليابان والفيتنام وكوريا الجنوبية. هذه الدول معروفة بأنها تابعة الآن لأمريكا في محور أمريكا. هذا خطر. هو يضع تعريفات جمركية على المكسيك وعلى كندا. هذه الدول لن تصبح يعني تطيق في السياسات الجمركية من الآن في أمريكا، أو تعتمد على أن يكون أكبر عميل أو شريك لها هو أمريكا. ستحاول أن تبحث عن شركاء آخرين، ستحاول أن تعدد الشركاء بأقصى فترة ممكنة أو أقصى مجال ممكن حتى لا تعتمد على أمريكا، لأنه هو هذا الخطر. المكسيكيين الآن يقولون نحن في خطر، لأن أمريكا اعتمدنا كثيرا أن المعاملات التجارية كانت بيننا وبين كندا وأمريكا، ويجب أن نخرج من هذا. أما الصين فأمريكا ليست هي شريكها الأول. الشريك الأول للصين هو مجموعة آسيان، ومجموعة آسيان تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين واللاوس، يعني دول قريبة، دول آسيوية. ثم الشريك الثاني هو أوروبا، والشريك الثالث هو أمريكا، وبعده تأتي دول أخرى أيضا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. الصين نوعت من شركائها الاقتصاديين منذ مدة. أمريكا تعتمد أكثر على الصين من الصين على أمريكا، والصين لن تتضرر بهذه التعريفات الجمركية. العكس. وبالتالي فهذا أيضا كما قلت يعني انشقاق وتصدع الصدارة الأمريكية، أو تصدع النظام الإمبريالي الأمريكي الذي أصبح يعض ويهاجم أقرب المقربين إليه، ويهدد أقرب المقربين إليه. هو يهدد أمريكا، يهدد كندا، يهدد المكسيك، يهدد أوروبا، يهدد دول أخرى. يقول بأن يعني أمريكا لديها عجز معهم في الميزان التجاري. هذه الأمور مهمة جدا ويجب أن ننتبه لها. الأمر الثاني أو الثالث الذي أريد أن أنبه له وهو أثر الفراشة. ما معنى أثر الفراشة؟ أثر الفراشة في نظرية الفوضى، وهو أن تأثير شيء صغير يمكنه أن يخلق يعني فوضى أو تأثير على أمور كثيرة. عندما نقول أن غزة أثرت بشكل قوي على كل هذا النظام العالمي، يعني بسبب غزة تم إيقاف التجارة في البحر الأحمر لمدة، يعني الشركات الأمريكية. وبالتالي ترامب أصبح يهدد بنما، وأصبح يهدد الدنمارك على مسألة جرينلاند التي هي الدنمارك حليفة له في الناتو. وهذا أيضا يخلق أزمة ثقة بين كل هذه الدول، لأن أمريكا رأت أن نفسها محاصرة إذا كان هناك مشكل في قناة بنما وقناة السويس بسبب وجود الحوثيين في البحر الأحمر. يعني الآن أيضا نحن نسمع ونرى المكسيكيين والأمريكا اللاتينيين يريدون مقاطعة السلع الأمريكية بنفس القوة التي كنا نسمع بها منذ مدة
مسألة مقاطعة ستاربكس أو مقاطعة كوكاكولا أو مقاطعة الشركات الأمريكية في الدول العربية الذي كان البعض يشكك في نتيجتها. الآن نرى أنهم تحولوا هم أيضا في أمريكا اللاتينية وفي عدة دول إلى ضرب هذه الشركات ومقاطعتها بقوة، وخاصة في المكسيك التي هي واحد من أكبر المستهلكين لكوكاكولا مثلا في العالم. بالتالي في كندا الآن أصبحوا يكتبون على المنتجات مصنوع في كندا حتى يشتروا الناس المحليين منتجات المحلية وليس الأمريكي. هذه أشياء يجب الانتباه لها وهي أشياء مهمة جدا. ما رأيكم؟ وشكرا.